أسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به أسمو فتشرق أمنياتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أولادي وبناتي في حلقة جديدة من أخبرني عن الإيمان. أخبرني عن الإيمان. في المرة الماضية تكلمنا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى، وعرفنا إن من أحصى أسماء الله عز وجل 99 دخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. طيب، وعرفنا أسماء الله عز وجل كلها حسنى. وما معنى أن الله أسماؤه كلها حسنى؟ أسماء الله كلها حسنى يعني أن أسماء الله كلها جميلة، وكلها عظيمة، وكلها كريمة، كل معانيها جميلة. فالله عز وجل هو السميع، وهو البصير، وهو الكريم، وهو الرحيم، وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. اشرح لي الآن بعض معاني هذه الأسماء. من هذه الأسماء اسم الله عز وجل السميع. فالله عز وجل هو السميع، يسمع كل شيء، يسمع ما تحت الأرض كما يسمع ما فوق السماء، ويسمع البعيد كما يسمع القريب، ويسمع الجماعة كما يسمع الفرد الواحد، ويسمع الصوت المنخفض كما يسمع الأصوات العالية. لا تختلط عليه الأصوات، ولا يشغله صوت عال عن منخفض، ولا صوت قريب عن بعيد. يسمع كل شيء. في يوم من الأيام كنت بكلم أولاد عن سمع الله عز وجل لكل شيء، فطفل صغير قال لي: أيوة، الله عز وجل يسمع دبة النملة وهي ماشية جنب القطر اللي صوته عالي. قلت: سبحان الله، الأطفال أذكى مننا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء جميلة، قل لي أسماء أخرى. من أسماء الله الحسنى أيضا اسم الله البصير. وإحنا كمان بنشوف، وإحنا كمان عندنا بصر. بصر الله ليس كبصرنا، وما فيش حاجة أبدا تشبه الله عز وجل، لا في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في شيء أبدا من أسمائه وصفاته. أنت لك بصر ترى به في النور، لكن لا ترى به في الظلام. ترى القريب ولكن لا ترى البعيد الذي في البلاد الأخرى. أنت ترى الظاهر، الأشياء الظاهرة أمامك، ولكن لا ترى الأشياء الباطنة المختفية. لكن الله عز وجل مختلف، ليس كذلك. الله يرى في الظلام كما يرى في النور، ويرى البعيد كما يرى القريب، ويرى ما تحت البحار وما تحت الصخور كما يرى ما فوق السماوات. الله يرى كل شيء، حتى ما في نفسك، حتى ما في عقلك. الله عز وجل يراه يطلع عليه. قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أصغر حاجة موجودة في أظلم الظلام، أو في أصلب الصلابة كالحجارة، أو في أبعد البعد وهي السماء، يعرفها الله عز وجل ويراها الله عز وجل ويأتي بها الله. قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ونلتقي إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة من الإيمان بالله عز وجل. أحبتي، بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به أسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به أسمو فتشرق أمنياتي.